ما تصدقش كل حاجة تسمعها. طبعا هتلاقي دوشة كتير، كلام كتير، أخبار وحروب، فيديوهات كتيرة على الفيسبوك، منها فضايح ومحتوى تافه. ما تجريش ورا الكلام ده، ما تخليش أصلا عقلك يتأثر. اوعى تكون السلع، اوعى تكون الشخص اللي بيتأثر عليه، الرقم اللي بيعمل فيوز، اللايك اللي بيشهر صاحب الفيديو. أنا أصلا مش من الناس اللي بتدعم السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب، لأني بحس إن هو زي ما هو سلاح ممكن تستخدمه تستفيد منه، عكس كده بيبقى ضرر شديد قوي. هتسألني ليه ما بتطلعش في الفيديو؟ أقولك إن أنا مش حابب، علشان أنا تركت الموضوع من زمان. مش حابب أظهر في الفيديو، حاسس إن الموضوع بقى ممل قوي، إن فيه محتويات كتيرة قوي ملهاش لازمة، وناس كتيرة قوي برضو ملهاش لازمة، وحوارات وصداع. في مسؤولية وفي حياة، في إن الاهتمام بقى بالتفاهة أكتر من الحاجة المفيدة، في إن الصح بقى غلط والغلط بقى صح. سيبك مني أنا دلوقتي، بس أنت مبدع، أنت عبقري. ليه تفضل تتفرج على حاجات ملهاش لازمة، وتفضل تشهر في ناس ما بيقدموش أي محتوى أو حاجة هادفة، مع إنك أنت عبقري؟ ممكن تبدع، ممكن ترسم، ممكن تمثل، ممكن تعمل حاجة تساعد بيها الناس، ممكن حاجات كتيرة جدا. عايز أوريكم حاجة مهمة أوي، الوقت. صدقوني الوقت مهم جدا، الوقت مش هيستناك. ممكن تندم على وقت كتير أوي انت ضيعته في حياتك ما استخدمتوش في حاجة مفيدة. ممكن أوريكم حاجة ظريفة كده، بس محدش يتريق. ده كلب، بنشبهه بناس مش أحسن حاجة، بنشبهه بناس عندها طبع الندالة، الغدر، الخبث، مع إنه في الحقيقة هو من أوفى الكائنات. مع إنه في الحقيقة إحنا بنظلمه كتير قوي. بالعكس، انت لو ربيت كلب هتلاقيه أحسن من ناس كتير. هيعلمك الوفاء، هيعلمك الصداقة، هيعلمك الحب. فمش كل حاجة تقول عليها الناس تصدقها، ما تاخدش بالأغلبية، خد بالحقيقة. دي لمبة، شايفها صغيرة قد ايه؟ شايف الصالة ممكن تكون كبيرة قد ايه؟ بس اللي بينورها حاجة صغيرة جدا. مش مهم الحجم، المهم الإيمان بنفسك، إن النور دايما هو اللي بيكسب، إن النور دايما هو اللي أقوى من الضلمة. اوعى تكون من المتغفلين واللي متسيطر على عقولهم. لو عايز تفهم أكتر ممكن تتابعني، ممكن في كل مرة أرفع فيديو أتكلم عن حقائق، أتكلم عن حاجات مختلفة، حاجات برا صندوق أوت أوف بوكس تماما. هتكلم ازاي تطور نفسك، ازاي تتصالح مع نفسك. محتواي بسيط وهيكون مختلف عن أي حاجة أنا قدمتها قبل كده. محتواي هيكون بيعكس اللي جوايا بكل هدوء وبكل صراحة وبكل سلام نفسي. هتقولي ليه طيب تعمل فيديوهات طالما انت عايز ما تظهرش في الفيديوهات؟ هقولك يعني كنوع من أنواع التعبير والمشاركة، الحب في اللي انت تنقل معلومة انت عارفها لحد تفيده. شكرا.